اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين بقى الجمال ده؟ معجنات لذيذة جدا بالتمر بقى كده او بالعجوة زي ما بنقول عندنا، وحاجة كده عظمة فعلا. عيالك هيموتوا فيها وهيفرحوا بها قوي 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 علشان شكلها حلو وطعمها حلو برضه. شايفين قلبها عامل ازاي؟ من جوه عاملة ازاي؟ والعجوة شكلها عامل ازاي؟ تحفة. شايفين الجمال؟ وطرية جدا ولذيذة جدا جدا وخفيفة زي القطن، وايه مش مكلفة خالص. 4 كوبايات دقيق وحتة العجوة او التمر اللي هنعمل بيها حاجة كده يعني. من الاخر ندخل بقى على المقادير بتاعتنا ونشوف هنعملها ازاي. معايا 4 كوبايات ونص من الدقيق، ومعايا ايه؟ هنحط يعني عليها نص معلقة ملح، نص معلقة ملح صغيرة طبعا. وهنجيب يعني 1 كوباية ونص من الحليب أو اللبن. هنحط عليهم 3 معالق كبار من السكر. تمام كده. اللبن على فكرة يا جماعة دافي مش سخن. ومعلقتين كبار من الخميرة الفورية. على فكرة الباكت أنا يعني فضيت باكت في المعلقة، لقيته معلقة لقيته معلقة كبيرة يعني الباكت على بعضه. فحطيت الباكت التاني يبقى 2 باكت من الخميرة، يعني بما يعادل معلقتين كبار. حطيت بضاية وحطيت ربع كوباية من الزيت. تمام كده. نجيب بقى المضرب بتاعنا ونقلب ايه المقادير دي لحد بس ما السكر يبوش. اللبن دافي يا جماعة مش سخن، علشان لو سخن الخميرة هتفسد منك، يعني لازم يبقى دافي بس علشان الخميرة تنشط معانا كده وايه، والسكر طبعا بينشط الخميرة برضو. انا قلبت بقى المقادير السائلة مع بعضها كده. هنجيب بقى الدقيق بتاعنا وهنحط عليه الخليط ونبدأ نعجن. منساش بقى نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو. اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد. شايفين بقى انا حطيت الايه المواد السائلة فوق الدقيق بتاعنا اللي هو 4 كوبايات ونص من الدقيق. وهنبدأ بقى ايه نخلط المقادير في بعضها. قلبتها كده بقى ايه، طبعا مش هينفع اعجن بالاسباتيولا كده، لا لازم بايدينا كده بقى وننزل فيها عجنها كويس جدا. انتي برضو ممكن لو هي احتاجت منك شوية كده من اللبن أو الحليب يعني ضيفي، علشان خاطر الدقيق مش كله زي بعضه. أنا ممكن الدقيق بتاعي ياخد مثلا الكوباية ونص أو المقادير السايلة كوباية ونص حليب يعني، والمقادير اللي أنا عاملاها ممكن انت ياخد معاكي أكتر من اللبن ده شوية أو الحليب، يعني تزودي معلقتين ربع كوباية مش مشكلة عشان العجينة تبقى مظبوطة معاكي. طبعا العجينة بتاعتي خمرت معايا اهي. أنا بشغل الفرن يا جماعة دقيقة أو دقيقتين، وبغطي العجين بتاعي وبحطه في الفرن بعد ما أفصله. طبعا بيخمر ما بياخدش وقت خالص، صيف شتاء انا بعمل كده علشان ما ناخدش وقت في الايه ان العجين يخمر معانا، يعني نشتغل بسرعة. طبعا دي العجين بتاعي كله انا هقسمه نصين بقى كده علشان الرخامة مش هتكفي ان انا افرده كده واقطعه. هنركن بقى النص التاني كده. اما نقطع ده هنجيب التاني بقى ايه نقطعه علشان نشكله. قطعي بقى الحجم اللي انت حباه، يعني عايزة القطعة تبقى كبيرة قطعي كبير، القطعة تبقى صغيرة قطعها صغير براحتك يعني. العجينة على فكرة حلوة أوي ما بتلزقش، بس أنا بقى ايه رشيت رشة دي كده ايه علشان ممكن كانت تلزق، بس هي بصراحة طلعت ما بتلزقش ولا حاجة وطلعت حلوة قوي. هنكور بقى ايه القطع بتاعتنا. انا قطعتها صغيرة كده علشان انت حطي في بالك برضو ان قطع العجين دي لما تخمر ولما بتستوي القطعة نفسها بتزيد وبتبقى كبيرة، بتتضاعف يعني. فانت برضو انت عايزة كبير قطعي براحتك. انا قطعت نص الكمية اهي، وجبت بقى نص العجين التاني وهقطع برضو الكرات دي وهنغطيها بكيس من بتاع التلاجة. هنفتحه نصين كده ونغطيه عشان وشها ما ينشفش واحنا بنشتغل. بسم الله ما شاء الله. شوفي لما انا قطعت الباقي الكمية كانت خمرت يعني، خمرت بسرعة بصراحة. انا غطيتها بالمشمع او بالكيس ده علشان خاطر وشها ما ينشفش. هنجيب بقى قطعة منها كده وهنفردها بقى كده ايه بالطول زي ما انت شايفة كده. هنجيب بقى قطع العجوة بتاعتنا. العجوة يا جماعة بتيجي طبعا حتة على بعضها أو قطع على بعضها كده. انت بتحط عليها معلقتين 3 زيت وتهرسيها بإيديكي كده. شايفين انا بقى ايه نقطعها بالطول كده ونعملها صباع كبير كده ونفردها ونحطها بقى ايه في قلب العجينة أو في قلب القطع بتاعتنا. هنلم بقى الأطراف على بعضها زي ما انت شايفة كده.
شكلها يا جماعة تحفة وطعمها يجنن، الولاد هيفرحوا بيها جدًا، يعني ممكن تدّيها لهم للمدرسة أو يفطروا بيها وياخدوها معاهم المدرسة، يبقوا فرحانين أوي بشكلها وطعمها حلو أوي، وطبعًا فيها قيمة غذائية عالية جدًا، فيها بيض وفيها لبن ودقيق وعجوة أو تمر، يعني حاجة كده مغذية جدًا للولاد، ممكن تعمليها لهم ياخدوها للمدرسة أو يفطروا بيها، أو ما بين الوجبات يعني الولاد بيبقوا جوعوا كده لو خدوا قطعة أو 2 هيشبعوا، بسم الله ما شاء الله عليها بتشبع يعني. تنينا بقى القطعتين فوق بعض كده، طبقناها يعني القطعة نُصّين كده وقلبناها فوق بعضها، بنحاول نسوّيها كده علشان تطلع معانا شكل حلو، هنجيب السكينة بتاعتنا بقى وهنقطّع في الأطراف كده، أنا قطّعت اليمة التانية دي، ودي بقى قصادها بالضبط، قصاد كل تقطيعة قصادها اليمة التانية زيّها بالضبط، في النُص طبعًا ما نوصلش في النُص علشان خاطر مش تبوظ مننا. شايفين يا جماعة شكلها عامل إزاي؟ شكلها حلو أوي، ظريفة جدًا، جدًا، يعني حاجة شكلها حلو وطعمها جميل جدًا. نعمل بقى كمان قطعة مع بعض كده، هنفردها برضه بالطول زي ما أنتِ شايفة كده، وبعدين نجيب بقى قطعة العجوة بتاعتنا، العجوة يا جماعة بنهرسها بإيدينا كده في أي طبق بمعلقتين 3 زيت علشان تبقى طرية معانا. هنحط طبعًا قطعة العجوة كده وأنا بافردها بإيديا كده علشان خاطر أسهّل على نفسي يعني نعمل بسرعة. ونقفّل بقى الأطراف على بعضها، نحاول نضغط عليها برضه كده علشان تبقى مفرودة ما تبقاش عالية أوي يعني، علشان هي لمّا تخمر هترتفع وهتبقى كبيرة لفوق، هترتفع لفوق هتبقى عالية أوي يعني، لازم نفردها كويس كده شوية وبعد كده هنطبق اليمّتين على بعض كده، شايفين يا جماعة؟ وبعد كده برضه هنضغط عليها ضغطة كده علشان نفردها شوية. هنجيب بقى السكينة برضه هنقطعها من الأطراف كده عشان تدينا شكل حلو. ما ننساش بقى يا جماعة نصلي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، اللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصلكوا كل جديد. شايفين يا جماعة أنا بقطع ازاي؟ أنا قطعتها 3 فتحات كده من يمة واليمة التانية زيها بالظبط وقصادها علشان تديكي الشكل يبقى متساوي. شايفين الجمال؟ شكلها يجنن، شكلها حلو قوي. أنا بقى دهنة الصينية بتاعتي زيت، أنا كل ما أخلص قطعة بحطها فيها. شايفين الجمال؟ شكلها حلو أوي يا جماعة. هنعمل بقى كمان قطع مع بعض وبعد كده أنا هاكمل الكمية كلها لوحدي علشان ما اطولش عليكم الفيديو. هنفردها برضو ما تبقاش سميكة أوي، يعني انتي ما تخليش قطعة العجين تبقى سميكة أوي أو سمكها عالي. ونجيب بقى قطعة العجوة أو التمر وهنقفل بقى الطرفين على بعض. أنا أصلا أول ما خلصت الصينية الأولى دي يعني وركنتها طبعًا لازم تختمر تاني يا جماعة، يعني أنا بعد ما نشكِّل ال أول صينية كده ما ينفعش نسوي في الفرن بسرعة لأ، لازم نركنها شوية علشان تخمر، يعني أنا بمسافة ما خلّصت أول صينية شكِّلت أول صينية كانت وباعمل في الصينية التانية بقى كانت الصينية الأولانية خمرت، يعني ما اتركنتش كتير يعني، بس ما ينفعش أشكِّلها وأسويها في نفس الوقت، لازم أسيبها تختمر مرة تانية. شايفين شكلها عامل إزاي؟ زي المثلث كده. هنقطعها بقى من الطرف كده زي ما أنتِ شايفة، ومن اليمة التانية برضه بنفس الشكل تبقى قصاد الخط ده قصاد الخط التاني بالضبط، عشان تديكي شكل حلو. والعجوة كده يا جماعة طعمها لذيذ جدًا، جدًا، وطرية جدًا، شكلها وطعمها حلو أوي. شايفين الجمال؟ أنا طبعًا أهي الصينية اللي أنا قُلت لكم عليها أنا يا دوب بس قطّعت الصينية التانية كانت دي الصينية الأولانية خمرت، يعني شكلها القطع ارتفعت كده وخمرت جامد يعني هنسوي بقى على طول. دي بيضاية وحطيت عليها رشة فانيليا ومعلقة صغيرة من الخل علشان خاطر زفارة البيض يا جماعة ما بيخلّيش في زفارة خالص، وهنحط معلقتين كبار من اللبن أو الحليب. هنضربهم كده بقى بالشوكة عشان ندهن بيهم يعني وش المعجنات بتاعتنا. هنضربهم يا جماعة الخل والفانيليا واللبن ما بيخلوش زفارة للبيض نهائي، يعني انت ما تخافيش مش هيبقى الوش طعمه بيض ولا أي حاجة.
هنجيب الفرشة بتاعتنا بقى وندهن القطع بتاعتنا. بس أقول لِك بقى يعني أنتِ بالراحة كده وأنتِ بتدهني، يعني ما تضغطيش على القطع علشان خاطر الهوا ما يتفرغش منِّك، يعني إحنا حابينها تبقى خمرانة كده وشكلها حلو ومرتفعة كده، مش هنهبّطها يعني ما نضغطش عليها عشان ما تهبطش مننا. إحنا ندهنها بقى البيض واللبن، بيدّيها لمعة حلوة أوي يا جماعة، شكلها بيبقى حلو أوي، فيها لمعة شكلها يجنن يعني. وهنسويها يا جماعة على أعلى درجة حرارة في الفرن في الرف الوسطاني، أو ممكن تسوّيها لو أنتِ فرنِك حامي أوي يعني ممكن 180 على الرف الوسطاني على الشبكة وما باشغّلش الشواية، يعني أنا ما شغّلتش الشواية نهائي، والقطع بسم الله ما شاء الله طالعة شكلها تحفة، ومتحمّرة من فوق وتجنن، شايفين الجمال؟ أنا كده خلّصت بقى ده أول صينية، طبعًا بتسلّكيها بقى بالمقطع كده علشان هي بتبقى لازقة شوية. شايفين شكلها عامل إزاي يا جماعة واحمرت من فوق من غير أي فرن ولا أي حاجة، شايفين شكلها حلو أوي، أوي وطرية جدًا، شايفين الجمال؟ الولاد هيفرحوا بيها أوي، 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 لمّا تدّيها لهم للمدرسة كده بقى والّا ياكلوها كده حاجة جميلة جدًا ولذيذة جدًا، جدًا. ممكن ترشي فوق الوش سمسم بعد ما تدهني المعجنات بالبيض واللبن، تحط عليها سمسم من فوق، بس أنا ما حبيتش أنا أحط حاجة، أنا حابة شكلها كده. شايفين الجمال؟ شايفين من جوّه عاملة إزاي وطرية ولذيذة جدًا وشكلها تحفة. ما ننساش بقى نصلّي على سيدنا محمد ونعمل لايك للفيديو، واللي ما اشتركش معايا في القناة يشترك علشان يوصل لكم كل جديد، وبألف هنا وشفا للي يجربها.